بيبدأ الحلقة الثالثة من انمي أسطورة الأبطال في مشهد اللي انتهينا بيه المرة اللي فاتت، وكان في واحدة من اجتماع ليغر وهي بتكمل كلامها زي ما عرفنا المرة اللي فاتت. فكانت بتقول اللي اسمها لافي انها تقبل المهمة ام تعود الى بلدتها، ولافي بتقبل المهمة علشان تنقذ شمال امبريا. والمهمة الاولى هي عبارة عن الانضمام الى حفل، وينتهي المشهد الاول على كده. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويوصلك على طول اي انمي هنزله. وما تنساش لايك لو عجبك الفيديو او ديسلايك لو ما عجبكش الفيديو، وتقول لي رايك في الكومنت علشان تشجعني استمر. وبنروح لمشهد إيساريا وبنشوف القلادة غالية وبتكون ب 150 سنة، بتبقى إيساريا نفسها فيها. وبنروح لتاليون وهو بيبص في المنظار وبيعلق على إيساريا ومارتي وبيقول إنهم يبدون رائعون في الأزياء الاحتفال، لأنهم تحمسوا عندما عرفوا إن هناك احتفال. حتى إيساريا كانت مهتمة بالملابس جدا لدرجة إنها هي اللي كانت بتختار الملابس للافي وتاليون. ولافي بتسأل تاليون احنا هنا بنعمل ايه في الاحتفال وايه علاقته بالامبراطورية. بيرد عليها تاليون ويقول لها انهم طلبوا منهم انهم يحضروا الحفل على وجه التهديد. فبيطلب تاليون منها انها تاخد الوضع بجدية شوية علشان لو حصل اي حاجة لمارتي وإيسيريا جوه فيوفروا لهم الدعم. وبتسأل تاليون ايه الهدف من الحفل، وفجأة بيلتفت ما يلاقيهاش. وفجأة بنروح لمشهد لافي بتخرج للشارع وبتلاقي أطفال بيشتروا فشار من عربية الفشار، وبتروح طفلة بتعرض الفشار على لافي. وفجأة تاليون بيلاقي لافي في الشارع ماشية لوحدها ومعاها فشار، ويبدأ يعاتبها ويقول لها انتي ازاي غادرتي مكان الاحتفال. وفجأة طلعت تجري منه وهو بيجري وراها، وهو بيقول لها يلا نرجع الاحتفال في الفندق. فبيتزحلق وبيقع في المياه. وبتدخل لافي متجر ايس كريم بالصدفة مع بنات، وبتسألها اللي بتشتغل في المتجر ما هو طلبك. فبترد عليها وبتقول لها هل هناك وحش سبلاتر. وهي بتسأل لافي وتقول لها عندك كام سنة، وتقول لها لافي عندي 15 سنة. وبعدها بتجيب لها ايس كريم مكون من 15 طبقة، وبيلاقيها تاليون فبتقول له لافي تولى امر رفع ثمن الايس كريم وكان ثمنه 5000 ليرة. وبعدها لافي بتخرج وتاليون بيحاسب، وبعدها بيخرج تاليون وراها وبيشوف بنتين بيعجبوا بيه وبيبقوا شكلهم عايزين يتصوروا معاه. وبعدها بنروح للافي وفي اتنين بيتكلموها، وواحد منهم بيمسك ايديها وتقول له شيل ايدك. وبيجي تاليون ويقول لهم انها تبعه، وبعدين الاتنين بيضربوه وتاليون بيقول لهم عايزين منها ايه. فبيمشوا وبيلف علشان يكلم لافي وما يلاقيهاش. وبنروح للافي وبتروح تتمشى وبتتفرج على عرض مسرحي للاطفال في الشارع، وبيكون العرض عبارة عن اسماك بتعيش في سلام في البحر. وفجأة بيظهر أسماك القرش بتهدد حياة الكائنات البحرية، وبيبدأوا يسألوا الأطفال هم عايزين ايه علشان يرجع سلام الكائنات البحرية. والأطفال بيقولوا عايزين بطل ينقذهم. وبعدين جابوا بطل وقتل القروش رجع السلام. وبعدين بنشوف مشهد ان المهرج اللي كان بيعرض العرض ويقول ان السلام محتاج لبطل زي ما الاطفال قالوا بطريقة شريرة، وكانت لافي بتراقبه. ونرجع لمشهد ونشوف تاليون واخيرا لقى لافي ويقول لها اخيرا لقيتك، وبيقول لها لازم نرجع للحفل والفندق. وهي بتسكته علشان تراقب المهرج، والمهرج بيقول للي معاه اسعوا لنرى بطلهم في الحفل وهيا ننتقم. وبيقول ان الفندق بيتجمع فيه في الليلة دي تجار الفاسدين، وكان من مخططاته انه يفجر الفندق وكل اللي فيه ويبدأ بتنفيذ خطته. ومع بداية العرض بيدخل المهرج من الشباك وبيستسمحهم انه يعرض العرض بتاعه ليهم لانه هو مهرج تعيس. وبتدخل لافي وتضربه وتبدأ المعركة ما بينه وما بين لافي، وبيفتح الجاكيت ويكون في جيوب الجاكيت قنابل، وبيبدأ القتال بينه وبين لافي. وبعدين بيوقع لافي على الأرض، وبعدين بيقعد يرمي قنابل على الناس، ولافي بتستغل الفرصة وتضرب رصاصة على النجفة تقع عليه. والناس اللي في الاحتفال بيدوا لافي القلادة اللي عمرها 150 سنة، ولافي مش مهمة بالنسبة لها القلادة دي وبتديها لإيسيريا. وبعدين بيسلموا المهرج للشرطة وبيخرجوا ويتمشوا وهم فرحانين بالانتصار اللي حصل. وبتظهر واحدة في نهاية الحلقة مش عارفين هي مين، بس هي بتكون ظهرت في حلقة قبل كده وهي الحلقة التانية.
اللي فاتت على طول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويوصلك اي انمي هنزله، علشان كمان تدعمني وتخليني اقدر استمر، وتحط لايك او ديسلايك. لايك لو عجبك الفيديو، ديسلايك لو ما عجبكش الفيديو، وتقولي رايك في كومنت علشان تشجعني اني استمر. ويا رب يكون عجبكم الفيديو ومشاهدة ممتعة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.